حسام حسن ما قدرش يجاوب السؤال ديال الصحفي، سؤال عادي اليوم في المؤتمر الصحفي ديال اللي كيسبق المقابله اللي غادي تجمع ما بين السنغال ومصر، لا عفوا، ما بين نيجيريا ومصر في مقابله الترتيب. صحفي مغربي عادي سولو قالو علاش هاد النرجسيه وعلاش بانك كتخبع يعني داكشي اللي وقع للمنتخب المصري، ما قدرتيش تقول الحقيقه وتعترف بان المنتخب المصري ضعيف. المنتخب المصري كان خائف المقابله ديالو امام المنتخب السنغالي، والدليل كل احصائيات المقابله تقول ذلك. عوض ذلك حسام حسن قال لك سيدي لواه كاينين شي ناس بغاونا نخسرو، بمعنى بان المغرب هو اللي قصى المصريين امام السنغال. سمعوا. يجب أن تقول الحقيقة للشعب المصري، وتقول أنك كنت ضعيفا فنيا، فشلت في أن تصل إلى النهائي. وملي كتكلم بالطريقة ديال أنك حصلت على 7 الألقاب، فأنت ربما تشكك حتى في ألقاب مصر إذا نظرنا إلى نفس المنطق التي تتحدث به. وشكرا سيدي. أنا مش هرد عليك عشان أنت أسئلتك مش لبقة، ما فيهاش احترام، حتى السؤال اللي بتقوله مش محترم، فأنا مش هرد عليك. بعد ما سال حسام حسن هاد التخربيقه ديالو ودار في السيد، اجيو دابا تشوفوا عاوتاني التوأم ديالو ابراهيم حسن هو خرج كثار من حسام حسن. لا شنو غيبقى يتهكم على السيد، على الصحفي جالس حداه. انتو بتاع بطولات، انتو 50 سنه ما خدتوش ولا بطوله. سبحان الله العظيم، زعما هادشي اللي خرج من المصريين حسام حسن وابراهيم حسن والاعلام بمصر، حتى شي مغربي ما كان كيتوقعوا الصراحه الله. شوفوا قمه النرجسيه والتفرعينه كيفاش عامله. انتو بقالكم 50 سنه ما خدتوش بطوله. اسف. سمعوا. تاخدوا بطولة، انتوا هاكم 50 سنة ما خدتوش بطولة. 50 سنة مش عارفين لو توفرت عندكم لكان كذلك الله باقي. وفي الاخير دابا هاد الدعاء ديال الفهامات ديال ابراهيم حسن وحسام حسن. اسمع يا ولا انت وهو، اسمع يا ولا، هاد الكيسان كاع ديال كاس افريقيا اللي ربحوهم، وحده في 1957 وحده في 1959، هما والسودان واثيوبيا. هما والسودان واثيوبيا. 1986 8 ديال الفراقي، يلاه زادوا 4 جدادي. اما الى جينا نشوفوا والله كاس العالم ما عمرهم ربحوا في كاس العالم ولا مقابله واحده، ما عمرهم ربحوها. وزيد ملي مات عيسى حياته هذه 16 عام ما زادوا شافوا شي لقب. كلشي باين وديها. ابراهيم حسن سير بحالك، سير اصاحبي بحالك، سير بحالك.